عملنا النهارده احلى واطعم شاورما ممكن تعمليها في البيت. الشاورما البطاطس على طريقه المحلات السوري، ولكن احنا عملناها بشكل مختلف، حاجه كده جميله مع توميه صيامي روعه، طعمها حلو جدا. والقرمشه بتاعت السندوتشات تخلي السندوتش في حته تانية. شايفين الطعامه؟ بألف هنا وشفا. لعمل التوميه هجيب كوبايه الا ربع من الميه، هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا. دوبت المية مع النشا على البارد. هجيب 4 فصوص من الثوم هقطعهم شرايح بالشكل ده، هضيفهم مع النشا علشان اقلل من الحمو بتاع الثوم، وهرفعهم على نار هادية. هفضل اقلب في النشا لحد ما يتكون معايا عجينة شفافة بيضة. كون معايا النشا العجينة البيضة الشفافة دي، بقت معايا بالشكل ده. هطفي عليها النار واسيبها لحد ما تبرد. كيلو من البطاطس غسلته كويس بفرشة الخضار وقشرته، بقى معايا بالشكل ده. همسك كل البطاطساية واقطعها صوابع طويلة محملة. هقطع كل كمية البطاطس اللي عندي بالشكل ده. خلصت كل كمية البطاطس بالشكل ده تقطيع، هاخدها نحمرها بالطريقة العادية. هنحمر البطاطس بتاعتنا تحمير عادي بالشكل ده. بعد ما بردت معايا عجينة التومية بالشكل ده، هضيف عليها نص كوبايه من اللبن النباتي، لبن اللوز او لبن الصويا. لو مش متوفر عندك ضيفي نص كوبايه من الميه، معلقه ليمون كبيره، معلقه خل كبيره، رشه من السكر، رشه من الملح. هضرب كل المكونات دي في الخلاط. ضربت المكونات وبقت معايا بالقوام الكريمي الناعم ده. هجيب نص كوبايه من الزيت وابدا انزل من فتحه الخلاط سرسوب رفيع لحد ما تديني القوام اللي انا عاوزاه. بعد ما ضربت المكونات كلها مع بعضها ونزلت عليها بنص كوبايه من الزيت، بقت معايا التوميه بالشكل الجميل ده. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه وريحتها جميله جدا، احلى من اللي بالزبادي والمايونيز، حاجه كده روعه. ادي القوام بتاعنا بتاع التوميه، خطيره. شويه خضار حلوين كده للشاورما بتاعتنا، بصلايه، كابوتشي، طماطم، وتكون طماطم جامده ما تكونش طريه لان احنا عايزين اللحم بتاع الطماطم من غير البذر. شويه بقدونس لان الشاورما ما تنفعش من غير بقدونس. هبدا اقطعهم شرايح جوليان بالشكل ده. هقطع الطماطم شرايح رفيعه كده. هقطع البصل شرايح جوليان رفيعه جدا، تكون معايا بالشكل ده عشان ما تعملش ميه في السندوتشات. جهزنا الخضار بتاعنا والبطاطس اتحمرت بقت معايا بالشكل ده. هنزود كمان خيار مخلل. هضيف بقى الخضار بتاعي اللي هيديني النكهه وطعم الشاورما للبطاطس. هضيف البقدونس وهضيف البصل، الشرايح الجوليان الرفيعه دي بالشكل ده كده، وافركها معاها. هضيف الطماطم، هضيف المعلقه اللي هتخليني اخد طعم الشاورما بتاع الشارع، معلقه بهارات كبيره من بتاعه الشاورما، ممكن تجيبيها جاهزه او تعمليها في البيت. هنعمل احلى سندوتشات بالشاورما اللي احنا عملناها. هجيب التوميه بالشكل ده، ادهن كده. هضيف الكابوتشي بتاعتي، اضيف الخيار المخلل، اضيف الشاورما، وهقفل السندوتش بتاعي كده. هنبصم السندوتشات بتاعنا بعد ما خلصناها كده على طاسه على النار بالشكل ده، وادوس عليها جامد عشان تديني التبصيمه الحلوه. خدت معايا السندوتشات اللون الجميل ده، ولا صوت القرمشه حاجه كده روعه. خلصنا سندوتشاتنا الحلوه، سامعين القرمشه؟ احلى واطعم شاورما هتاكليها في البيت.